طرت من الفرح، قلبي صار في السما ورجع. تتحدث عن مشاعر عاشتها، مشاعر تغيرت وتبدلت لطفلة في ربيعها 12، ديما الواوي، التي ارتبط اسمها بلقب أصغر أسيرة فلسطينية. اعتقلت في منطقة شمال الخليل، وقضت قرابة 80 يوما في السجون الإسرائيلية قبل أن تعود مجددا لتتنفس من هواء بلدتها حلحول، وتعود إلى منزل غابت عنه الطفولة لأيام طويلة. حكمت شهرين ونص، وكنت مشتاقة لأهلي أو خواتي وإخوتي، هذولا بحبهم كتير، وهم اللي بيساعدوني لما تصير معي مشكلة. كمان في السجن كنت مفتقدهم كثير ومشتاقة لهم. حين تجلس معها أو تراها من بعيد على أقل تقدير، تراها طفلة صغيرة في كلامها وتصرفاتها، تراها طفلة تبحث عن مكان للاستمتاع بألعابها، لكن الاحتلال حول كل شيء بعد اعتقالها، فغابت الطفولة وغابت معها ضحكتها الجميلة، وتبدلت بذكريات أليمة فرضت عليها خلف القضبان. محاملة سيئة، كانوا يجيبولنا الأكل السيء، وكانوا ما يعلموناش مزبوط، وكانوا ما يجيبولناش، وكانوا يكلبشونا في البوسطة، وكانوا يركبونا في بوسطة كلها حديد، وما كانوش يقدموا المصابات العلاج الكامل. في التحقيق حكولي إنه أنت رح تنحكمي مؤبد، هيك حكولي. ديما الفتاة النشيطة في منزلها تعرضت للاعتداء الجسدي والنفسي، وانعكست هذه الممارسات على التصرفات، فبعد أيام من الإفراج عنها تحاول العائلة أن تعيدها إلى مسار طفولتها وتنسيها أصعب لحظات الاعتقال. والله هي اختلفت كليا عن الوضع قبل الاعتقال. هي كانت يعني تحب اللعب وبتحكي يعني وبتدرس، بتحب الدراسة وإشي. الحين يعني ما لها مزاج تدرس، ولا لما بتحكي يعني بنحكي لها احكي يعني ما بدها تحكي زي ما بدنا. بطلنا نقدر نسيطر على تصرفاتها، بتضلها بدها باستمرار تلعب، مش عارفة هي شو بدها، اللي بدها هي مش عارفة. ادرسي، ما بدها حدا يحكي لها ادرسي. اختلفت كل تصرفاتها. بعدين هي نتيجة تعرضت لأذى جسدي ونفسي كمان. طفلة ولا حاجة لتعريف معنى الطفولة، طفلة كانت تفكر أحيانا في مستقبلها، طفلة كانت تحلم يوما أن تصبح صحفية لنقل رسالتها الوطنية، طفلة عاشت هذا الحلم للحظات. ديما الواوي تبعث تحيات للأسرى والأسيرات. لتلفزيون القدس، محمد العدم، حلحول.